لو أنا عاوز أسيطر على قراري في الشراء، محتاج أعرف إيه هي العواطف والمشاعر اللي بتحرك عمليات الشراء والصرف اللي أنا بعملها. أكبر خطأ ممكن نرتكبه في إدارتنا للفلوس إن إحنا نفتكر إن إدارة الفلوس مجرد أرقام، أو إن أنا أقعد أسجل بس، أو حتى أفتح شيت إكسل وأحط أرقام فيه كل شهر. للأسف بعد فترة ما هتحس بملل كبير جدا، وإن اللي أنت بتعمله ده ملوش نتيجة ولا ليه هدف. ليه؟ لأنك أنت حاولت تحسب اللي أنت بتصرفه، لكن نسيت المشاعر المرتبطة بعملية الصرف، واللي هي بالمناسبة أهم من الحسابات نفسها. معظم مشترياتنا ما بتكونش الأسباب منطقية، إحنا في الغالب بنشتري بسبب العواطف والمشاعر اللي بناخدها من عملية الشراء. أنا بعمل عمليات شراء كتير جدا، لكن لازم وأنا بشتري أكون واعي. هل أنا فعلا بشتري اللي أنا محتاجه؟ أو أنا بشتري عشان أحصل على هرمون السعادة أو الدوبامين، وبالتالي هحصل عليه وهيعلى عندي بشكل كبير جدا، لكن مجرد ما ارجع البيت وابدأ اشوف في الفلوس اللي انا صرفتها، هدخل في دايرة الحزن مرة تانية. لذلك مهم جدا ان انا اكون واعي بمشاعري، واعي باللي بيحركني، وفوق كل ده وانا نازل ابقى عامل ميزانية واضحة لعملية الشراء. ننتظركم في برنامجنا برنامج الرشد المالي على منصة رشيد.